نواصل رحلة في وهل يخفى الخبر 8 دقائق بعد 7 مساء لقناة واصل إلى حدود 8 ليلا. نواصل رحلتنا في مجموعة متابعاتنا لمختلف الأخبار سواء السياسية ولا الاقتصادية الاجتماعية أيضا الثقافية. باش نمضي الأخبار يهم الثقافة على ضوء باش تكون استضافتنا الموالية القناص من العناوين والأشرطة التلفزية اللي تنضاف لمساحة الدراما التونسية. القناص تم تقديمه 3 الفارط نهار 4 سبتمبر في إطار ندوة صحفية. تقديم هذا الفيلم اللي هو من إخراج المخرج التونسي يسري بوعسيدة، السيناريو إخراج، ويسري من يعني المخرجين التوانسة اللي كانت عودتهم من الغربة من أشهر قليلة قبل الاندلاع الثورة، ويقوم بأول تجربة في مجال الدراما بعد ما كان تخصص فيه لسنوات فائتة في مجال الرسوم المتحركة. يسري موجود معنا على خط البرنامج، قدم الفيلم القناص باش يعطينا فكرة على ردود الفعل، يعني تم عرضه أخيرا الفيلم عن ردود فعل النقاد خاصة والمتابعين لهذا الفيلم. مساء النور يسري. مساء الخير اخت مباركه، اهلا بك واهلا بالجنوب التونسي الكل من خلالكم. عايشك مرحبا. ساعة نبارك هذا الانتاج الاول ليك في مجال السينما. يعيشك يبارك فيك ومشكورين على متابعتكم. الحقيقه ردود الفعل في مجملها كانت حلوه وباهيه الحمد لله. يعني حضروا تقريبا في العرض الاول الخاص بالاعلاميين والمختصين حضروا ما يقارب ل 150 شخص. هو حضور العدد هذا في حد ذاته كان تتويج للعمل. ظهر لي العنوان هو اللي جبدهم قبل قيمه العمل. من بعد قيمه العمل الحمد لله بعد العرض تقريبا الاغلبيه المطلقه في حدود 140 ولا 145 شخص صفقوا طويلا يعني بعد الفيلم، وتلقينا التهاني والاعجاب، عبروا على اعجابهم. ثم كمان ممكن 3-4 من الناس ما عجبهمش الفيلم، هذا امر عادي جدا. الاذواق تختلف وردود الفعل تختلف، لكن في المجمل الحمد لله بالرغم انه المدرسه اللي اعتمدت عليها في العمل الاول هذايا مدرسه مختلفه شويه على اللي تعودنا عليها. احنا تعرف انه السينما التونسيه معروفه بالسينما دوتور، يعني بالسينما السينما المؤلف اللي تعتمد على التجارب الشخصيه والقصص الطويله والحكايات الفلسفيه. احنا كذلك متاثرين ياسر بالمدرسه الفرنسيه. انا اعتمدت على المدرسه الامريكيه اكثر، واللي فيها تشويق، فيها اكشن، فيها حركه، فيها سرعه في النسق، فيها تشنج في التصوير، فيها تقنيه جديده. كنت خايف ياسر من ردود الفعل لانه يعني مغامرتين في مغامره. انا اولا اول عمل، وثانيا تعتمد تقنيه جديده. في المجمل الحمد لله يعني مكثر الناس عجبهم وقبلوا برحابه صدر كبيره التقنيه الجديده. فما شكون اللي ممكن ما فهمهمش، لكن كما قلت لك عدد ضئيل جدا. نعم. الفيلم جاء في ساعة، المحتوى مثالش نقدموه يسري، وباش نتوقف عند يعني أكيد احنا قرينا ما كتب عن هذا الفيلم أنه تعرض الفيلم لمضايقات من بعض الأطراف في الإدارة. هنا السؤال يطرح كيفاش هذا التعرض كان؟ هو الفيلم بتقنيات سينمائية وديكوباج تكنيك نتاعو، يعني تقطيع المشاهد والتصوير والإخراج كلها تقنيات سينمائية، لكن الفورمات طول نتاعو للأسف هو فيلم طول تلفزي يعني ساعة. وهذا احنا يعني الحقيقة مش اختيار عن قناعة بقدر ما هو للإمكانيات، لأنه احنا التمويل ذاتي. الفيلم هذا تم بلمزية حد. احنا العادة نقولوا بمساندة ولا بدعم وزارة الثقافة ولا بدعم فلان ولا فلتين. هذايا بلمزية حد الحمد لله دعم تمويل ذاتي على معناها بيدجي ماهوش كبير ياسر.
حبينا نظهروا انه اذا كان مش نقعدوا ديما نستناو في الدعم وديما نستناو في هذاك وماناش باش نقدموا، اذا كان زاد ديما نحبوا نخدموا بمبالغ مشترة، معناها نسمعوا في ارقام في السينما التونسية بصراحة غريبة. يعني انا فيلمي الافلام 3/4 تتعدى في الحمام، و3/4 الاخرين الممثل ساكت يقولوا لي تكلف 1.5 مليار و2 مليارات، وكل يوم كان نعطيهم للشباب يعملوا بهم مشاريع خير. احنا البودجي نتاع الفيلم في حدود 300 ألف دينار، والحمد لله كان على مستوى راقي يعني كافي. بالنسبة للمضايقات، هي الحقيقة ما كنتش نتصور أنه بعد 14 جانسي باش نتعرضوا لمثل هذه الأعمال والأفعال. أنا اخترت أني كنت صرحت كل ما يسألوني على السؤال هذا نقول راني عندنا حجج، عندنا وثائق، عندنا براهين مكتوبة على المضايقات اللي تعرضنا لها، لأنه يعني من قلة الحياة نتاعهم بعض الأشخاص اللي في الإدارة جاوبونا كتابيا، يعني مش حتى قبل كانوا على قليلة تصيبك عليك الضوء، معناها تو بروح على صيحة. أما نخير أني الأمور هذه نحكي فيها من بعد الفيلم باش ما نعملش كيما بعض الاخرين يقول لك شوقي يتاجر بالمضايقات ولا يحب يعمل شهرة لروحه ولا خلينا تو نحكيو في الفيلم، ومن بعد ان شاء الله من بعد ما يتعرض تو نحكيو فيهم ونبلغوهم للملأ باش الحكاية هذه ما تتعاودش وما يتعرض لهاش شخص اخر ريانك على خاطر جبد على سوجي مهم كما القناصه. ولا ويجي نقول لك احنا المشكل ممكن اللي يقلق اكثر راهو في السيناريو مش موضوع القناصه في حد ذاته، لانه احنا عالجنا صحيح الموضوع القناصه وسكوند ديجري، يعني احنا حاولنا نوسعوا في مفهوم القناص. هل القناص هو فقط ذلك الرجل الذي على السطح بمخلة ضرب واحد خارج في مظاهرة يقول بن علي دجاج، ولا القناص هو كل من استغل فرصة الانفلات الأمني واستغل فرصة الفوضى الأمنية في تلك الأيام، واللي صف حسابه مع حد، واللي عمل مصايب، واللي اقتل صحافي على خاطر حرية التعبير، واللي الناس اللي ركبت على الثورة في أيام الثورة ركبت عليها باش صفات حساباتها مع برشا ناس. ومشينا الأكثر من ذلك. وهوني اللي يقلق في الفيلم مش موضوع القناصة، اللي يقلق أنه احنا تعرضنا في الفيلم للقناصة الكبار. القناصة مش اللي قتلوا الشهداء، وإنما القناصة اللي قتلوا الثورة. هذوما أخطر من اللي قتلوا الشهداء. وقت تشوف أختي العزيزة الدليل أغزر، احنا الفيلم مازال كيتعرض في للصحفيين أسبوع من بعد أربعة من أبنائنا يقتلون وما زالوا يقتلون. يعني القناصة اللي قنصوا الثورة ما زالوا يخدموا في القناصة اللي قتلوا الشهداء باش يقتلوا أولادنا، مهما كانت أخطائهم، مهما كانت مشاكلهم، مهما كانت أغلاطهم. لا شيء يبرر اليوم استعمال الكرتوش الحي كما قال بن علي الله لا يرجعه. يعني تخيل انت بن علي في اخر خطاب يقول لك ما فماش مبرر للكرتوش، واحنا اليوم عام ونص ما زلنا نستعمل في الكرتوش. يعني انت حتى كنت تحب تدافع على سفاره امريكا ولا تدافع ولا تكون في موقع خطر، والحقيقه البوليسيه في قداش من مره راهو يلقاو روحهم صحيح في مواقف خطره، ثم خويا الكرتوش المطاطي. يعني هل يعقل الاسرائيلي يستعمل ضد الفلسطيني كرتوش مطاطي والتونسي يستعمل ضد التونسي كرتوش حي؟ هذه هي القضايا هذوما طرحوا في الفيلم وقلقوا ياسر، ازعجوا اكثر الناس ازعجوهم هما ازلام النظام السابق اللي ما زالت تسيطر على الاداره وتهيمن على الاداره وتحاول انها تركع السلطه الجديده وتحاول انها تغلطها كما غلطوا بن علي، يحبوا يكملوا يغلطوا اللي شادين توا. وهذوما في التري جراف انهم مازالوا يمارسوا في قوتهم وفي صلاحيتهم بالشكل هذا اللي يخلي كما قلت لك عام ونص من بعد الثوره مازالوا صغارنا يتقتلوا بالكرتوش، ومازالت والبلاد وصلت الى حاله يعني
ما شفناهاش في عهد بن علي والطرابلسيه، يعني على قليله الاخرين كانوا يسرقوا وينهبوا. احنا اليوم الناس الكل تبرك في البلاد، سلطه، معارضه، اعلام، الناس الكل يعني البلاد طاحت بشكل رهيب. وانا كنت قلت في احد الانترفيو، قلت لهم اليوم ام الشهيد ممكن حرقتها على ولدها بدات تبرد، اما حرقتها على كيلو الدجاج اللي ولا ب 6000 والواحد حتى الدجاج مازال مش خالط عليه ولا ما عادش خالط عليه، ممكن راهي كبيره ياسر. نعم نعم. يسري، الفيلم في عرضه الأول سبب ردود فعل كثيرة، معناها في العروض القادمة ننتظروا أن تكون ردود فعل أكثر، وربما مش يعمل لا 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 لا, لا. ايش نقول لك، انا متاكد باذن الله ان شاء الله ردود الفعل. الجمهور، هو محمد علي بن جمعة قال المهم في حكم الجمهور. الجمهور انا متاكد باش يعجبوا الفيلم، وجاوا ناس، جبنا ناس من الجمهور وتفرجوا، عرضناها على عائلات شهداء اللي عاونوني انا في التحقيقات نتاعي، يعجبهم ياسر ياسر ياسر. جبنا عباد من القافرين، من سيدي بوزيد، والله نسيت شنو من العائله الثالثه مين، عجبهم الفيلم. لا انا من ناحيه الجمهور مرتاح ومتاكد وواحد. ثم في الردود الفعل قلت لك 4 ولا 5 في على 150، وحتى انتماءاتهم تدل على علاش ردود الفعل. يعني انا حضروا احزاب سياسيه، حضروا امناء عامين احزاب، حضروا ممثلين على حركه النهضه، على ترويكا، على يعني معارضه وسلطه، وعجبهم الفيلم. يعني قياديين من الصف الاول من حركه النهضه تفرجوا على الفيلم وعجبهم، بالرغم اللي فيه معناها كما قلت لك انتقادات عاديه، معناها الحاجات اللي نسمعوا فيها في المجتمع. لكن اللي ما عجبهمش الفيلم، وكان ردود الفعل نتاعهم عنيف الى ابعد الحدود، هو صحفي في الجزيره نت، لانه انا تعرفت الى دور الجزيره في الثوره، وشخص أطرد من قناة، يحب اليوم يعرض خدماته على النهضة ويحب يظهر روحه. يعني النهضة ما تقلقتش من الفيلم، وهو تقلق وكيفاش وهذا وما يجيش وما نعرف شنو، وهذا هو احنا اللي انا نذكر بن علي، بالرغم اللي انا صغير وقتها في 87 كي شد العام الاول ولا 6 شهور الاولانيين، كان فما حريه علم وحريه تعبير وكانت الناس تكتب واحد وشيء. جاء عبد الوهاب عبد الله قالوا ليه فك عليك ومش باهي راهو التوانسه كي تعطيهم الحريه تو يدوروا عليك واحد وكل شيء. انا نشوفوا نفس التلامذه نتاع عبد الوهاب عبد الله مازالوا قاعدين يحركوا في البلاد. معناها ممكن ان النهضه ما عندهاش مشكل، ولا الترويكا ما عندهاش مشكل، وهما لا يحبوا ينبروا ويحبوا يخلقوا مشاكل ويحبوا يغلطوهم كما قلت لك، كما غلطوا بن علي. نعم. وربي يستر ان شاء الله ما يجيوناش من بعد يقولوا لي غلطوني. نعم. العرض القادم للفيلم ولا العروض القادمه وقتاش باش تكون يسري ان شاء الله؟ هو كما قلت لك بصفه انه شريط تلفزي باش تعرض في التلفزيون ان شاء الله. اليوم الحمد لله احنا كنا محاصرين، معناها لو التلفزه الوطنيه رافضه تماما ان تتعامل معنا، لكن الحمد لله بعد الكونفرنس دو بريس وبعد البروجيكسيون 6 قنوات خاصه تونسيه مهتمه بالفيلم وقاعده تتفاوض مع الاداره الماليه، وان شاء الله 100 اكتوبر ظهر لي لو 19 ولا 20 اكتوبر سيتم عرضه لاول مره على احد القنوات التونسيه الخاصه ان شاء الله، وسيتم الاعلان على ذلك في الابان ديك نصحوا معهم عقد البث ان شاء الله. نعم نعم. القناص هو بطولة محمد علي بن جمعة، أحمد الاندلسي، فاطمة الزهرة معطر، منير العرقي، غازي زغباني، محمد الغزواني، لسعد بن يونس وأسماء أخرى، وأكيد هو سيناريو. هو بطولة مجيب الحقيقة، ماهوش بطولة محمد علي بن جمعة. محمد علي بن جمعة ضيف شرف. بطولة مجيب هذا اكتشاف جديد لأول مرة. هو بطل في فنون القتال، عايش في سويسرا، بطل أوروبا وهو تونسي. وبطولة الفنانة المطربة رحمة زادة لأول مرة تمثل وغنت فيه أغنية يعني على مستوى غير عادي من تأليف الشاعر الكبير علي الهرقي، وخصوصا من تلحين وتوزيع الفنان القدير مراد العابد الذي أبدع في التلحين والتوزيع، وأبدع خصوصا في استعمال طاقاتها الصوتية. غنية باللي بكات العين
يجموا يشوفوها الخويان على الانترنت، يسمعوها على صفحه القناص ALKA2NA2S. يدخلوا على الفيسبوك، شوفوا صفحه القناه، تنجموا تشوفوا البوند انونس نتاع الفيلم، وتنجموا تسمعوا غنايه رحمه باللي تكتلين. وطبعا كان زاد فما حضور النجوم الكبار اللي سميتهم، واللي حاولنا انه نعطيهم ادوار مختلفه على المستانسين به، باش نقول للبنات المعجبات باحمد زندلسي راكم ما كنتش تلقاوه رومانتيك كما العاده، يعني نعطيناه دور مغاير تماما للادوار اللي مستانسين بها في التلفزيون. نعم يسري، بالتوفيق ليك. هي تجربة أولى إن شاء الله تكون ناجحة، ولو أنه حسب ردود أفعالها وحسب المقالات اللي قريناها في الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية اعتنت بهذا الفيلم على كل، هي بداية ردود أفعال إيجابية إن شاء الله على كل، تكون مش التجربة الأولى وتكرر أكيد تجربات قادمة تكون ناجحة دائما. يسري، مساندتكم ودعمكم ان شاء الله، ربي يوفقنا، وان شاء الله اكيد باش تتكرر المحاولات. وشكرا لكم. العفو. وشكرا لاذاعه تطاوين، وتحياتي الى اهالي تطاوين الكل والى اهالي الجنوب الكل. وان شاء الله انا قاعد نحضر في مسلسل رمضان ان شاء الله، بعض الاحداث ستدور في الجنوب التونسي، هكاك نجيو نعملوا زردة وناكلوا. نعم مرحبا مرحبا. نعم. ونسلموا على خيانا واحبابنا في منطقة الجنوب الغالي ان شاء الله، وان شاء الله تكرر اكيد استضافتنا ليك على موجات اذاعة تطاوين. انا خدمتكم في كل وقت. شكرا، تحياتنا يسري، الى اللقاء.